ربنا يجعله عام خير علينا جميعا. النهارده يهمنا نشرح لحضراتكم بعض القرارات الهامة جدا اللي وجه بها السيد الرئيس وتم إعلانها من مجلس الوزراء في جلسته اليوم. الدولة المصرية أكدت دوما حرصها الشديد على الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية، طبعا أولادنا في المقام الأول، ثم السادة المعلمين والإداريين وكل العاملين في المنظومة وكل الشعب المصري. بما أننا بنتكلم على التعليم، طبعا في ظل جائحة كورونا الدولة استثمرت كثيرا في حلول كثيرة في محاولة للتوازن بين الحفاظ على سلامة أعضاء المنظومة التعليمية وفي نفس الوقت استكمال العام الدراسي سواء المحتوى أو التقييم رغم ظروف الجائحة. بعد مشاورات كثيرة جدا بين لجنة إدارة الأزمة، أزمة كورونا، ومجلس الوزراء، طبعا دولة رئيس الوزراء والزميل العزيز دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، توافقنا على حزمة من الإجراءات أو المقترحات تم عرضها النهاردة على مجلس الوزراء والموافقة عليها وفقا لتوجيهات السيد الرئيس، وهي تعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح لنا باستمرار العام الدراسي وفي نفس الوقت عدم تعريض كل أعضاء المنظومة لأي خطر. فالعام الدراسي الخريطة الزمنية اللي اتنشرت كان العام الدراسي بدأ 17 أكتوبر، كان مفروض مواعيد الامتحانات كانت 23 يناير وأجازة منتصف العام من 5 ل 20 فبراير في التخطيط الأصلي. طبعا تقديرا للموقف اللي احنا كلنا بنعاني منه، وجدنا انه من الافضل ان احنا نعمل تعديل في هذه الخريطة الزمنية، نخلي الامتحانات بتاعت الترم الاول بعد اجازة نصف العام بعد 20 فبراير، ونستغل الفترة الحالية في استكمال المحتوى الدراسي عن طريق الاستثمارات اللي اتعملت في التعليم عن بعد واللي تتيح استكمال المحتوى الدراسي لكل الطلاب باختلاف قدراتهم. فالقرار اللي مهم نبقى عارفينه انه مش عاوزين الطلاب يذهبوا الى المدارس، ده الكلام ده على المدارس التعليم العام والفني والمدارس الحكومية والخاصة والدولية بجميع أنواعها، وينطبق طبعا على التعليم العالي بكل مستوياته وكل أنواعه. إذن الحضور يتوقف من 2 يناير وحتى نهاية أجازة منتصف العام، ده من حيث الحضور. إنما هنستكمل العام الدراسي عن طريق استكمال المحتوى الدراسي عن طريق التعلم عن بعد. التعلم عن بعد هنا معناه الاعتماد على مصادر تعلم تم الاستثمار فيها لم تكن موجودة لما الجائحة جات لنا في مارس اللي فات. النهاردة بقى عندنا من المصادر اللي يسمح لنا نكمل العام الدراسي. فمهم جدا ان الاولاد يكونوا عارفين ان احنا عاوزين نكمل المحتوى الدراسي بدون محذوفات بتاع الترم الاول لمصلحة الاولاد، وهنستعرض مع بعض المصادر المتوفرة عشان نحقق ده وازاي الوزارة هتساعدهم في الفترة اللي جاية، اللي هي بنستكمل فيها المحتوى من 2 يناير ل 16 يناير. من 16 يناير ل 20 فبراير هنعتبرها أجازة منتصف العام، ويستطيع الأولاد حتى خلال هذه الفترة استخدام مصادر التعلم ونماذج استرشادية هنحطها طول الوقت علشان يبقوا جاهزين للامتحانات اللي هتتلو أجازة منتصف العام حسب تقدير الموقف اللي الدولة هتقوم بيه في هذا الوقت، لأن صعب نحكم على آخر فبراير وأول مارس.